السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ يا رب تكونوا كويسين، يا رب تكونوا كده لسه مستمرين في العبادة في الإصرار على العبادة، ويا رب تكونوا خاتمين مرة واتنين بإذن الله، بإذن الواحد القهار. يا رب تكونوا يا رب في عافية ويبعد عنكم أي شر. أنا جاية المرة دي علشان أقولك معلومة غريبة ممكن انتي مش عارفاها، أنا بس حبيت أذكرك بيها، وحبيت إن أنا أحكي لك قصة بسيطة ممكن كمان تنفعك إن انتي تحكيها لأطفالك وتعرفيهم قد ايه ربنا جميل، وقد ايه ربنا قوي، وقد ايه ربنا متين. وممكن تربطيها كمان باسم القوي المتين، اسم من اسماء الله الحسنى. تمام؟ طيب، ايه هي؟ الارصاد قالت ان لمدة من 8 ل 10 ايام في رياح شديدة وتقلبات في الجو شديدة. معظمنا عارف ان دي برمهات، وان احنا كده عارفينها من غير ما الارصاد تقول لنا حاجه. احنا دي عارفين ان الوقت ده فيه شويه تقلبات في الجو شديده، ومعظم الاطفال بتتعب، معظم الكبار بيتعبوا، لان هي بتبقى جايه بالرياح، فجايه بتبقى جايه باتربه، بتبقى جايه بامراض وفيروسات، اسمها برمهات. زي الارصاد بتقول عليها حسومات، احنا بنقول عليها برمهات، ودي معروفه عندنا من زمان، والارصاد بتقول عليها حسومات. طيب، بما ان النهارده واحد برمهات، فعادي هي بتبدا زي كل سنه ما هي بتبدا، بس اللي انتوا مش عارفينه، والقصه اللي انا جايه اقولها لكم ان هي بتجيلنا شايله معاها رساله بسيطه كده، انا حابه اذكركم بيها وحابه اقولها لكم. لان الصراحه انا لما عرفتها من فتره كبيره قوي، انا لما عرفتها اتفاجئت ان انا اصلا ما كنتش بصراحه بعرف وبعرفها، واتفاجئت خالص ان ده ليه علاقه بده ولا اي حاجه خالص، فاهمين؟ فانا حبيت برضو افيدكم زي ما هي فادتني. تمام؟ طيب، البرمهات دي او الحسومات دي لازم كل سنه تيجي في نفس الوقت، لاني زي ما ربنا اخبرنا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم ان دي رسالة ولازم انت تكون عارفها. طب ايه هي وليه بتيجي كل سنة في نفس الميعاد؟ واتسمت ليه كده؟ ليه اتسمت حسومات؟ انا هقولك. وللعلم هتفضل لقيام الساعة، البرمهات دي او الحسومات دي هتفضل معانا لقيام الساعة. تمام. القصة بتاعتها بقى ايه؟ ان من سنين وقرون كتير قوي كان في ناس مفيش زيهم في كل حاجة، مفيش زيهم في قوتهم، كانوا عمالقة، احنا بالنسبة لهم أقزام. تمام؟ مفيش زيهم في ذكائهم، مفيش زيهم كانوا متفوقين، يعني كانوا في تفوقهم، كانوا متفوقين في كل حاجة، في التجارة وفي الهندسة وفي الطب، وفي كل حاجة، في كل حاجة هم كانوا متفوقين. تمام؟ كان اسمهم قوم عاد. علماء الآثار اكتشفوا حاجة أذهلتهم. مدينة كاملة مليانة صخور ومباني وقصور مذهلة مذهلة مذهلة. حطوا الكاميرات بتاعتهم تحت الأرض، يجي آلاف 20 المترات، ماشي، عشرات المترات، لقيوا قصور وأعمدة للقصور، بصوا يعني تذهل. تمام؟ حاجات كبيرة وضخمة وقوية، آثار تذهل. تمام؟ حاجة كده ملهاش مثيل ولا هيكون لها مثيل. تمام؟ ربنا قال عليها إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ما كانوش بيأمنوا أصلا بوجود إله، ولا أي إله بيأمنوا بوجوده. تمام؟ لما جالهم سيدنا هود وحاول يقضحهم بربنا وأمنوا بربنا وربنا هو القوي المتين، راحوا سألوه سؤال، قالوا له من أشد منا قوة؟ من أشد منا قوة؟ قال لهم ألم تروا أن اللي خلقكم هو اللي أشد منكم يعني قوة؟ يعني انتوا مخلوقين من نفسكم؟ لأ، انتوا
انتوا اقوياء وعمالقة. طب مين اللي خلاكم اقوياء وعمالقة؟ هو اللي اشد منكم قوة. برضو عندوا وما رضيوش. ربنا غضب عليهم غضب شديد، وراح حب يوريهم اللي اشد منهم، اللي بناهم واللي خلقهم واللي اشد منهم قوة هيعمل فيهم ايه. وبحاجة بسيطة، ربنا بعت لهم شوية ريح هواء 7 ليالي و8 ايام، 7 ليالي و8 ايام حسوبة. يعني الهواء يجي يدخل جوه الواحد فيهم، يطلع احشائه من الناحية التانية، وتشبهوا باعجاز النخل خاوية. يعني بيبقوا زي ايه، فارغين كده من جوه، مفيش حاجة. الاحشاء بتدخل من الناحية دي، تطلع من الناحية التانية، مفيش حاجة فيهم. تمام، لغاية ما كلهم انتهوا وكلهم ماتوا. قوتهم وعظمتهم اللي كانوا بيعندوا بيه سيدنا هود ما نفعتهمش بحاجة. وشوية هوا خلت احشائهم تطلع من ظهرهم، تدخل من ناحية وتطلع من ناحية، كأنهم أعجاز النخل خاوية. ده بيشبه لنا زي شوية هوا. أول ما يقولنا شوية الهوا ده يقول الأمهات بالذات، يعني بيقول الأمهات لا قفلوا، بلاش الولاد تطلع، ما نلاقي شوية هوا بره، لا بلاش الولاد تطلع ونقعد نتحمى في بيوتنا وخايفين من الأمراض. هم برضو حاولوا ان هم يحتموا بقصورهم وبقوتهم وبعظمتهم اللي كانت. بس هل نفعهم؟ ما نفعهمش. ما تنفعش. اللي خلقنا عرفنا. انا بقول لكم ليه كده؟ عشان اقول لك استمد قوتك من ربك. اوعي تستمديها من منصبك، اوعي تستمديها من فلوسك، اوعي تستمديها من حد قال لك كلمتين حلوين. انا قصدي جوزك او اي حد او حد من اصدقائك. خليكي ناجحه عشان انتي معاكي ربك. لو الناس كلها تعملي حاجه والناس كلها حربتك وقالت لك انت مش هتنجحي، لا، خدي قوتك من ربك، من السيره النبويه. انا ليه بحكي القصه دي؟ عشان انا حسيت ان الناس بقت غافله ان احنا في حاجه اسمها سيره نبويه لازم نعرف عنها. دي اصلا الحاجه اللي هتمشيلنا حياتنا. في واحد اسمه دكتور احمد عامر، ممتاز 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 ممتاز، وقال شرح السيره النبويه تفصيليه على شكل حلقات وبطريقه مبسطه جدا جدا جدا. مش كلام مكلكع ممكن ناس كتير ما تفهموش، لا هو كلام حلو قوي. اسمعيه يا حبيبتي، حتى لو كل يوم هتسمعي حلقه. بس ده النهج بتاعنا يا عيال، ده النهج بتاعكم. سيبوا بقى التربيه الايجابيه للناس الايجابيه، سيبوا التربيه السلبيه للناس السلبيه، سيبوا اللبس اللي مش عارفه ايه للناس اللي ايه. احنا بنمشي حسب شرع الله، حسب الرسل بتاعتنا كانت بتعمل ايه. في سيره نبويه هي اللي هتمشينا، في سيره نبويه هي اللي هتوجهنا، في ربنا بنستمد منه طاقتنا، في ربنا بنلتجأ له لما نبقى زعلانين، لما نبقى حزنة. فاستمدي قوتك من الله، من ربك، متخافيش من حد، وخلي طاقة النجاح جواكي، خلي طاقة الغضب جواكي، خلي شكوتك لغير الله مذلة، اشكي لله، هو اللي في ايده امرك مش اي حد تاني. بس يا رب تكون الحكاية عجبتكم، ويا رب تكونوا استفدتوا منها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.